اللي بتعمليه ده يا عزه؟ اصل يا بابا كنت نازله على السلالم رحت متزحلقه على الترابيزه. هو اطير وافرفر في ارفرف. قصدي يعني ما فهمت سر العداوه الغريبه اللي بينه وبين ابله فاطمه. والوطنيه هي قلب المجتمع الحر المؤمن الواثق. شايفة قلة الأدب؟ ده أنا هفرج عليها البلد كلها. زينب الغزالي الجبيلي 48 سنة، رئيسة جمعية السيدات المسلمات. ليه يا جماعة حاسين ان ربنا ده هيمسكنا علشان حتة طرح حطينا، وده ربنا رحمن رحيم. أنا كان في فعلا جهاد مع النفس وده كان أهم. كنت خايفة. ولماذا تحجبتي؟ لأن رب العزة أنعم عليا بس. الواحد مش عارف انت لابسه باروكه ولا مش لابسه باروكه، يا انت ستي لابسه لابسه اللي طرحه ولا مش لابساه، لابسه انت طرحه، مالك؟ انت محجبه ولا مش محجبه؟ انت مالك؟ طبطبتي على مين؟ الدين بتاعنا دين معاملة، مش دين لابسين ايه وقلعين ايه. تخيلوا معايا طفلة كانت دايما وش الخير على الشاشة، موهوبة بالفطرة، خطفت الكاميرا من وهي عندها 3 سنين بخفة دمها وطلتها المميزة اللي دخلت بيها قلوب الناس من غير استئذان، كبرت قدام عينينا وقدمت أدوار كتير. مش هنضحك على بعض، المرض ده ملوش علاج. لحد ما فجرت المفاجأة بدور أم كلثوم. انا نفسي اعمل روايه من حياه الناس يشوفوني معاهم، مش مجرد صوره برواز. الدور اللي خلى اسمها يتحفر بحروف من ذهب في ذاكرة وتاريخ الفن المصري، بس فجأة تسيب كل ده وتختفي، ورمت الأضواء والشهرة ورا ظهرها ولبست الحجاب واعتزلت التمثيل تماما. قررت ان افك الحجاب، لا بعمل الصح قوي ولا بعمل غلط قوي ولا ده صح، فقلت انا ليه بوشين وبثلاث وشوش. وقتها الناس قالوا خلاص راحت عليها صابرين، لكن المفاجأة انها رجعت، بس رجعت بالباروكة. بتلكك ان اقتنع، بتلكك ان ده صح. ورجوعها ده فتح عليها ابواب جهنم، ناس شتمت وناس هجمت وناس فضلت تسأل ازاي وليه، لكن اللي محدش فهمه ان صابرين عمرها ما كانت بتمثل قدام الكاميرا بس، هي كانت بتمثل كمان في معركة حقيقية بين الفن والدين والصراعات الداخلية وبين قناعاتها واللي الناس عايزاه. يعني في جهاد برضو يا جماعة، احنا والله العظيم احنا بنقعد في التصوير بنخش بنبقى قاعدين بال12 ساعة مش عارفين احنا هنروح ازاي. والحكاية دي تستاهل انها تتحكي من اول سطر لاخر مشهد. في عيلة مشبعة بالفن من كل الجهات اتولدت صابرين ياسين محمد عبد الله يوم 4 اكتوبر 1967. اتولدت صابرين واتولد معاها زرعة صغيرة من اصول الفن، شافتها وهي بتكبر قدام عينيها. بما انها من عيلة الحلو فطبعا لازم تلاقي تأثيرهم واضح ووضوح الشمس في حياتها. احنا فعلا بنرضى على الفن، يعني واحنا صغيرين جدا تلاقي محمد الحلو بيغني، نورك على الليالي، تلاقي محمد الحلو الله يرحمه يعني الكبير داخل على ماما بأسد، ابراهيم الحلو اخوه داخل بتعبان مش عارف ايه. وكمان والدها ووالدتها كانوا اصحاب مواهب ومهارات فنية مش اي حد يقدر يمتلكها في السيرك. في البرامج اللي بشوفها الفظيعه يعني العالميه، ماما وبابا عملوا ده من زمن. كانوا بتروح بعثات وكانوا بيرجعوا، يعني متربيه في السيرك وبتتعامل مع اسود، وده خلاها هي اللي عملت المقلب في رامز لما جاب لها اسد في مقلب من مقالبه. وحياة ولادك يعني الدموع دي والمصداقية دي بجد كانت. انت ناس انا ممثله ولا ايه؟ ربنا يكون في عون جوزك. وكمان الاسد اللي رامز جايبه كان من عند بنت خالتها فاتن الحلو، وغير عيلة الحلو عندها كمان في جيناتها اصول فنية تمثيلية، لان نعيمة عاكف تعتبر خالتها. على اذنك يا عم. لا ما هو بدري، استحملي اشربي دور كمان يا سلامة. وصابرين خدت منها كتير في الحركة والمرونة وروح الاستعراض. تشبهي نعيمة عاكف؟ اشبهها شكلا موضوعا، يعني اشبهها مثلا كتمثيل وغنى ورقص، ما في صله قرابه بيني وبينها، ان هي بنت خالة ماما على طول، فانا طبعا بالنسبه لي يعني نفس الدم. ده غير ان ليهم قرايب فنانين كتير. سميحه توفيق الله يرحمها ما قريبتنا، والتوخي توفيق الله يرحمه ما قريبنا، ومصطفى التوخي وابراهيم طبعا توفيق الله يرحمه. فده خلاها عايشة في جو فني خالص، وخلى كمان رهبة الكاميرا تقل في نظرها، ومثلت من وهي عندها 3 سنين في 3 أفلام، أشهرهم كان قدام نجلاء فتحي ومحمود ياسين في فيلم حب أحلى من الحب سنة 75. كل سنة وانت طيبة حبيبتي. ميرسي يا ماما. ومش بس كده، دي طلعت على التلفزيون كمان في قناة أطفال المدينة المنورة، وظهرت كمان في برنامج بروفايل مع نجوى فؤاد. بنت موهوبة حقيقي، وبعدين عندها اللي بنسميه بالبلدي قبول،
اللي بان فيه ثقتها بنفسها لما اتلخبطت وهي بتغني. هو أطير وأفرفر في الهواء لكنها ما اهتزتش خالص بكلامهم وكملت عادي جدا. هو أطير وأفرفر في الفضاء ترى. ومع الغنى كانت كمان بتعرف ترقص. حتى علينا وبال اسأل هنسأل. وجمعت الموهبتين دول وعملت مع والدها برنامج صابرين وعمو ياسين. بكرة تحلو يا عم ياسين بكرة تحلو. واضح ان صابرين كانت طفلة شقية جدا وشقاوتها دي بينتها في مواهبها، وبالمناسبة هي اللي ورثت الموهبة، واخوها الوحيد احمد بعيد عن المجال رغم دخولها هي وعيلتها مجال الفن من كل ابوابه بدري، الا ان حالتهم المادية ما كانتش كويسة وكانوا بيعانوا من مشاكل مادية اثرت على طفولة صابرين. كان بيبقى ساعات نفسي في لعبه ما بقدرش اجيبها، يعني اعدي من قدامها كده وما اقولش لماما وبابا عشان عارفه ان الفلوس اللي في البيت على قد الاكله بتاعت بكره. لكن ده ما يمنعش انها كملت رحلتها التعليمية كلها، ومع مرور الايام ولما وصلت لسن الجامعة دخلت كلية بعيدة عن موهبتها ودرست في كلية الاداب قسم فلسفة، ولما خلصت الكلية خدت خطوة كبيرة جدا في حياتها لما بدأت تجربة جمعت ليها كل مواهبها مع بعض مرة واحدة لما قدمت فوازير المناسبات مع يحيى الفخراني وهالة فؤاد سنة 1988. يلي شايفنا يلي. ومن بعدها قررت انها تبطل غنى في الافراح علشان شافت انها كده خلاص وصلت، لان الفوازير بالنسبه لها قمه النجاح. هي فعلا ما غنتش في افراح تاني بس غنت اغاني مهرجانات بعد كام سنه في فرح اخوها. لكن قبل الفوازير ظهرت في عمل درامي وهو مسلسل ليلة القبض على فاطمة. انا متبله السمك والرز بيتشرب، تقليه انت ولا اسيب مذاكرتي انا بقى واقليه؟ ورشحوها للدور لما سمعوها وهي بتغني لمين يا حمام. ولما شافها المخرج محمد فاضل اقتنع بيها فورا وخدها معاه في المسلسل، ومن هنا بدأت تطل على الناس بأدوار صغيرة، بس الأدوار دي كانت بتبني موهبة صابرين حتة بحتة. ده طبعا ما يمنعش انها شاركت في أعمال مهمة زي رحلة السيد أبو العلا البشري. مالك يا بابا؟ انت تعبان؟ وبعدين سنة 1990 كان محمد فؤاد بيدور على موديل لأغنية بتجهز لها، فتعرضت عليه صابرين، وأول ما شافها حبها من أول نظرة وقامت بينهم قصة حب كبيرة، والحب اضطر لخطوة حقيقية واتخطبوا فعلا، وظهرت معاه في أغنية اسألي. اسألي من قلبك واسألي وانا جاوب. لكن بعد 8 شهور من خطوبتهم انفصلوا، وطلع وقتها ان السبب انه خيرها بين انها تكمل في الفن ولا تكمل معاه، فاختارت الفن وسابته، والموضوع ده اثر فيه جدا، وفراقها كان صعب عليه لدرجة انه عمل اغنية تعبر عن حزنه وجمع فيها الهدايا اللي كان مقدمها ليها في فترة الخطوبة، وكان ماسك سلسلتها في ايده في اغنية هودعني. اخر وداع. صابرين فضلت الفن على الحب وكملت بخطوات ثابتة في طريقها، وظهرت في أعمال مهمة في الدراما المصرية زي مسلسل ضمير أبلة حكمت سنة 91. أنا مش فقيرة عايزة معونة ولا عندي مشاكل عايزاكي تحلها لي. وليالي الحلمية الجزء الرابع والخامس. لو حضرتك مش مصدقاني اسألي بنفسك، اسألي عجايب البواب، اسألي صاحب البوتيك اللي تحت العمارة، اسألي كل الناس اللي شافوهم زيي. وفي السينما برضو شاركت في أعمال كبيرة زي فيلم اللعب مع الأشرار سنة 93. أحسن عشان تفوق لنفسك بقى، خلاص أنا زهقت وطهقت منك ومش هقدر أستحمل أكتر من كده. وغيره من الأعمال المهمة. لكن سنة 97 قررت إنها ترجع تغني تاني، لكن بطريقة بروفيشنال أكتر، وقررت تنزل ألبوم غنائي باسم اعتذار. اعتذار هي أبسط حاجة عندك. لكنه للأسف ما نجحش النجاح اللي كانت بتتوقعه، فرجعت ركزت في التمثيل، وشاركت سنة 97 في عمل من التراث زي مسلسل هوانم جاردن سيتي. أكيد هبقى صاحبتهم. أنا عمري في حياتي ما حسيت إن محمود غريب عليا، لكن هو بابا روح واحدة اللي مهد ليها الطريق إنها تشارك في أهم دور في مشوارها الفني كله، وهو دور أم كلثوم في مسلسل أم كلثوم سنة 1999.
عاشت بعد الدور ده طعم النجاح الحقيقي واتحطت في القمة، واتأكدت نجوميتها بعد دور أم كلثوم اللي الجمهور ما اقتنعش بيه إلا منها، رغم إن فردوس عبد الحميد جسدته قبلها، وبسبب تمييزها في الأداء نالت تكريمات كتير ما خدتهاش أي فنانة قبلها، واتفرش ليها البساط الأحمر زي رؤساء الدول. نسيتي إن أنت أم كلثوم؟ طبعا الاستقبالات العظيمه والاوسمه اللي خدتها وكل الحاجات اللي حصلت، اكيد حسيت ان انا في لحظه من لحظات ام كلثوم طبعا. بالرغم من ان كان الكل مراهن على فشله، اول ما قالوا صابرين ولا حد نطق، يعني الحمد لله راح في داهيه. تتخيل بقى ان صابرين ما كانتش عايزه تعمل الدور ده، وقالت ان ده اصعب قرار خدته في حياتها لسبب عمره ما هيجي في بالك، لاني انا ما كنتش بحب ست ام كلثوم خالص، وسبب عدم حبها ليها برضه مش هتتوقعه. في مرحله وانا طفله كنت بروح لولاد عمي، ولاد عمي بيجوا لي وكده وبنلعب مع بعض، فكان ابن عمي الكبير قوي الساعه بتاعته ام كلثوم دي على الله حد ينطق، فاحنا كنا نبقى قاعدين على الكنبه مربعين ايدينا علشان ما نلعبش، علشان وانا مثلا عندي درس او عندي شغل او عندي اي حاجه، فانا الساعه دي هيقعد يسمع الست دي انت فاهمه ازاي، وتعيد في الاغنيه وتعيد في الاغنيه، طبعا عيال مش فاهمين حاجه، فاهمه ازاي. طبعا بعد النجاح الكبير في المسلسل ده هتقول ان اكيد خدت سلم الصعود بسرعه الصاروخ، واكيد الاعمال انهالت عليها، لكن اللي حصل حاجه مش اي حد يقدر يعملها. صابرين فجاه اعلنت اعتزالها الفن. اتلخبطت بعد ام كلثوم لان كنت مش مرتاحه في بيتي يعني، وكمان لبست الحجاب واتجهت اتجاهات تانية. ولماذا تحجبت؟ لان رب العزه انعم عليا. وبعدين طلعت تقدم برنامج على قناه الرساله، نجوم من الاردن الشقيق، فريق الصوت الجديد. وفي قناة منهم رفضت انها تقدم برنامج عندهم بسبب انهم شايفين ان حواجبها مثيرة. يقولوا لك معلش مش هتكملي معانا بسبب حواجب حضرتك، انا الجملة دي خلتني ما ينفعش اشتغل مع دول تاني. لكن الطفلة اللي جواها المحبة للفن ما قدرتش تبعد عنه كتير، وسنة 2006 رجعت تمثل وهي بالحجاب من خلال مسلسل كشكول لكل مواطن. انا قريت قبل كده اللي يتعامل مع الناس دول حرام وممكن كمان يغضب ربنا. ومن النقطة دي حياتها بدأت تاخد شكل تاني، وبقت محط للجدل والانتقادات، مش بس علشان بتمثل بالحجاب، لكن بسبب الباروكة اللي لبستها في مسلسل شيخ العرب همام سنة 2010. انا احسن منك وكلمتي تمشي عليكي وعلى عبدتك وعلى كل من كان ليك. وقتها طبعا الناس اتسألوا ايه اللي عملته ده، لكنها قالت ان القرار ده جه بعد فتوى من شيخ سألته، وقال لها ان طول ما شعرها متغطي وتحت الباروكة فهي كده مش بتخالف الحجاب، ووقتها كانت مقتنعة جدا باللي بتعمله. فعلشان كده دايما اللي بيسألني اقول لهم يا جماعه اللي هينزل في القبر معايا هو اللي يحاسبني. لكن بعد كده اكدت ان الفتوى دي طبعا غلط. المهم صابرين كملت في التمثيل شويه بالباروكه وشويه بالتربون، واللي حصل ده ما خلاهاش تتهز، وادائها في التمثيل ده كان عالي وعلم مع الجمهور في مسلسل لحظه ميلاد سنه 2011. بس احمد اخوك بيقول ممكن تكون بتموه الموضوع، يعني سافرت لحته تانية. ومسلسل الشك سنه 2013. يا نبيل بنتي خطفوها وحسين فديه فيها $1,000,000. وكمان مسلسل دكتور امراض نسا سنه 2014. يقول اللي عايز يقوله، انت فعلا اخته الصغيره وهو زي اخوك الكبير. وسنه 2017 اتعرضت لهجوم بسبب دورها في مسلسل الجماعه الجزء الثاني. نعم اطلقوا عليا الكلاب المتوحشه 20 كلب. ومش بس هي ده، العمل كله على بعضه اتهاجم، وبعد كام سنه من التمثيل باحتشام على حسب ما قالت، جت سنه 2019 وخلعت الحجاب نهائي ونزلت صوره ليها بشعرها، والدنيا وقتها قامت ما قعدتش، والهجوم عليها وصلها لحاله انهيار. انتوا ليه يا جماعه حاسين ان ربنا ده هيمسكنا علشان حته طرح حطينا، وده ربنا رحمن رحيم؟ لكن القرار ده ما جاش من يوم وليله، علشان كانت حاسه انها متلخبطه في حياتها، فقررت تعمل الحاجه اللي تخليها مرتاحه فعلا، فخلعته بقرار نهائي منها. ان افك الحجاب، لا بعمل الصح قوي ولا بعمل غلط قوي ولا ده صح، فقلت انا ليه بوشين وبثلاث وشوش. وطبعا اتسالت عن نيتها في لبس الحجاب مره تانية، رد في الصميم. شوفوا احنا هنحط واحنا لما نموت هنحط. وفي الفترة دي كانت بتتسأل عن رأيها في زمايلها في الوسط اللي بيتخبطوا في قرارات لبسهم للحجاب زي حلا شيحة. موقف حلا شيحة كان مريب شوية بالنسبة لي، يعني حسيت ان في حاجة غلط، لكن في الآخر كانت بتتضايق جدا لما بيسألوها هي مخصوص عن أي حاجة تخص الحجاب. ولا مالي يعني اشمعنى أنا الحجاب؟ أنا يعني كنت مفتية الديار المصرية يعني مثلا. ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. لا طبعا أكيد. المهم بعد الهجوم عليها بسبب الحجاب جت سنة 2020 والهجوم زاد عليها تاني بسبب تصريح وضحت فيه انهم قد ايه بيتعبوا وهما بيصوروا في وقت انتشار فيروس كورونا، وقالت ان شغلهم بين قوسين جهاد.
يعني في جهات برضو يا جماعه، احنا والله العظيم احنا بنقعد في التصوير بنخش بنبقى قاعدين بال 12 ساعه مش عارفين احنا هنروح ازاي. ووقتها كانت بتصور مسلسل ليالينا 80. سبحان الله، يعني هو يفتكر عيد جوازهم وينسى ان مراته ماتت. وبعد تصوير المسلسل اتصابت فعلا بالكورونا. اخر اعمال اتألقت فيهم كان دورها في مسلسل مسار اجباري سنه 2024. اهدى ايه؟ شايفني عيله صغيره قدامك عشان اهدى؟ في ايه؟ وطبعا مسلسل إقامة جبرية مع هنا الزاهد سنة 2025. بس عادي، يعني انت المفروض تعيشي وتجربي وتشيلي من دماغي خالص النظرة التشاؤمية دي. لكن قبل إقامة جبرية بكام شهر ظهرت في لقاء مع زوجها الثالث بلبس مش محتشم زي ما جمهورها اتعود، وكمان بمكياج صارخ. بس طبعا أكيد سعيدة جدا وأنا مع عامر يعني أكيد. وده أثار الهجوم عليها تاني، خصوصا إنها من أول ما ظهرت لعمرها لبست ملابس جريئة ولا عملت مشاهد خارجة ومحطوطة في حتة لوحدها. وبمناسبة الكلام عن جوازاتها تعالوا نعرف أكتر عنها. صابرين اتجوزت أول مرة من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف اللي أنجبت منه ابنها الكبير نور، وانفصلت عنه في فترة لبسها للحجاب، ومرت وقتها بأيام صعبة بسبب مرض ابنها نور. الدكاترة لما جم يعملوا العملية النور قالوا لي ده على الشريان اللي موصل للمخ، فممكن أثناء العملية يروح، فكان نسبة نجاحها 10%. ابني جوه في اوضه العمليات وانا ممكن ما كنتش اشوفه تاني. وزواجها التاني كان من طارق صادق اللي انجبت منه 3 اولاد وهم يوسف وعلي وعمر، وكانت هي الزوجة التانية ليه. وده اثار الجدل والنقاش انها ازاي قبلت تكون زوجة تانية لكنها بررت موقفها. لما عرض على انهم ينفصلوا لانه عايز يتجوز، زوجته رفضت وقالت له انا عايزه اربي ابني، فجالي وقال لي هي عايز تبقى مع ابنها، فاللي انا مرضهوش على نفسي مرضهوش على اي ست. وشافت انها طالما عايشه في بلد تانية مفيش مشكله انها تبقى الزوجه التانية. لكن بعد سنين من جوازهم انفصلت عنه ورجعت لحبها القديم المنتج عامر الصباح، وواضح انها بعد الجواز ده رجعت للحياه من تاني، وده بان في اهتمامها بنفسها ونزلت من وزنها. بقالي تقريبا 20 سنه نسيت اني امراه، يعني كنت في حاله شغل، في حاله زهد، في حاله يلا ما هي ماشيه. صابرين عندها دلوقتي 57 سنة، قدرت انها تعمل ثروة من شغلها في الفن تقدر ب 180 مليون جنيه كمتوسط اجور الفنانين في مصر. وفي النهاية محدش يقدر ينكر ان صابرين واحدة من الحالات النادرة في الفن المصري، لاننا صعب نلاقي زيها كتير، حد عنده موهبة بالفطرة واصول فنية بتجري في دمه، بغض النظر عن التخبطات اللي عاشتها في حياتها والهجوم اللي تعرضت ليه بسبب الحجاب، لكنها برضو قدرت ترمي كل ده وراها وتحقق نجاحات كبيرة وتخلي اسمها يتسجل في تاريخ الفن المصري بدور أم كلثوم. اكتبوا لنا في التعليقات عن رأيكم في لقب أم كلثوم الفن.